أيها المستمعين الكرام، تحياتي ليكم جميعا. هنشوف النهارده ماتش قوي جدا بين كارسن وهو بيواجه ريتشارد روبرت. الماتش ده في بطولة العالم للشطرنج السريع والبليتز. ده كان أول ماتش لكارسن، وكارسن تقييمه في الرابط 2887 وريتشارد روبرت تقييمه 2748. طبعا ريتشارد روبرت ده لعيب قوي جدا، كان في التيم بتاع يانيوم بيتشي وكان المحضر الاساسي بتاعه، واللاعب ده بيمتاز بالخروج عن المألوف والنقلات الغير مألوفة، وكارسن هينهار قصاده وهيخسر في خلال 20 نقلة فقط وهو بالابيض. في مفاجأة طبعا الكل ما كانش يتوقعها، وانهيار كارسن. هنشوف الماتش بتحليلاته، وخليكم معانا واشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد. طبعا هنا كارسن ابتدى اي 4، رد عليه سي 6، افتتاح الكاروكين، يعني عاوز يبوط مع كارسن. هنا كارسن رد عليه النقله اللي بعد كده الجي 4. طبعا هنا الخصم طبعا ريبورت رد عليه الجي 5. نقلات طبعا منطقيه. النقله على الابيض توقعت طبعا ان هو يخش نايس 3، طبعا ياخد بيدق في بيدق، حصان في بيدق، اللاين اللي انتوا عارفينه ده، يطلع بالفيل، ينزل بالحصان، ينزل هنا بالفيل، هنا اتش 5 اتش 6 وبعدين اتش 4 اتش 4 بعدين بيرجع، وهنا بينط الفيل ويكسر فعله، لاين معروف طبعا، وبعد كده بيطلع بالحصانين وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا ده كله ده كتاب ومعروف، وهنا كل ده معروف، وبيبقى الماتش طبعا بيبقى ادفانش، وممكن الابيض هنا يطلع بالفيل ويبيت قصير او يبيت طويل، وكل ده معروف. هنا كارسن فاجئ الجميع طبعا في هذا اللاين، وعلى طول اختار تفريع التكسير اللي هو بيبدا زي كده، بدأ وزير تكسير فوزير، بدأ في بدأ وبدأ في بدأ، وعلى طول طلع بالفيل. فكره الفيل هنا طلعت الفيل علشان يضرب هذا الوتر كده اهو، وعاوز يعمل شغل كويس. كل ده تمام. رد على طول النقله المنطقيه، طلع بالحصان علشان يطلع اي 6، وبعد الاي 6 يبيت عادي جدا، يعني حصان وبعدين يطلع بالبيدق وبعدين يطلع بالفيل ويبيت برضه. هنا كارسن النقله اللي بعد كده فاجئنا الصراحه، اتش 3، يعني صراحه نقله صراحه غير منطقيه. يعني انا شايفها، هو الفكره كلها ان هو لما بيطلع بالحصان يمنع الربطه بتاعت الفيل، الفكره منها كده، بس المشكله ان انت كده تعتبر خسرت نقله في الافتتاح والانتشار. يعني الاحسن ان انا طبعا بدل ما العب الاتش 3 صراحه ان انا اطلع بالنايت اف 6 طبعا، وبعدين اطلع بالبيشوب وابيت طبعا، وكده النقلات المنطقيه. يعني هو ايه، قال لك انا مش عاوز اتربط، يعني انا كارسن بطل عالم، انت مش هتربط، مش انا الحصان اللي اتربط. فهنا لعب الاتش 3، طلع هنا الخصم بالحصان الثاني، ونلاحظ ان ريتشارد روبرت هنا ضارب خط الوسط وبيحضر لنقله الاي 5. طبعا هنا النقله المنطقيه اني اطلع بالحصان، سواء بقى انت عاوز تطلع بالحصان، هنا انت ممكن تفاجئنا بالنايت اي 2 ولا النايت اف 3. على فكره النايت اف 3 مظبوطه والنايت اي 2 مظبوط، يعني الاثنين منطقيين. لقينا نقله غريبه جدا، ايه ده؟ سي 3. بصوا يا جماعه، لما تلاقي خصمك طلع بالاتش 3 والاي 3 او السي 3 نقلتين متتاليين، اضرب الوسط على طول، بوم على طول. هنا ما لعبش اي 6 والكلام ده، او انا كنت توقعت انه مثلا ايه، ممكن يلعب هنا الجي 3 ويعمل فيونكا ويبيت، وده لاين على طول. لا، مش هعمل فيونكات. الشطرنج الحديث دلوقتي على طول لازم تخش اجريسيف. انا لسه هطلع لك بالفيل والحصان وابقى على طول اوبا اي 4. الشطرنج اتغير دلوقتي في 2024 عن ايام زمان، بقى اللعب يتاخد بشكل اجريسيف ولعب اعنف، بالذات في مرحله الاوبننج. النقله الوحيده خلاص هو عاوز يلعب الاي 4، فانت لازم تاخد بيدق في بيدق. النقله المنطقيه على طول هنا خد بالحصان والنقله على الابيض. انت لقيت خصمك عنيف، نفترض ان انت قلت لخبط خصمي واعمل نقلات غير منطقيه، ولقيت خصمك بياخد ادفانش، المفروض هنا تلعب على طول بقى، تخش على التكسير وتخش على التعادل. انا كنت ارى ان كارسن المفروض يلم الدور كده ويلعب وزير 2، وهنا يلعب
نايت وزير في اي 7 ويخش تكسير والدور يبوظ. لكن هنا كارسن برضو حته ان انا بطل العالم دي واخداه، يعني حته ان هو بطل العالم دي واخداه كتير جدا. لكن بالفعل لعب الوزير في 2 سوري فعلا متوقع يعني، علشان فافتكر ان خصمه هيلعب بالوزير هو كمان ويكسر ويبقى الدور تعادل. ولكن الاسود هنا لعب نقله عليها علامتين تعجب، يعني الصراحه نقله ولا في الاحلام. الصراحه نقله واو. نايت اي 4 طلع بالحصان في الاي 4، طبعا نقله اكريزف ونقله عنيفه. وطبعا هنا الابيض هنا المنطقي ان هو يكسر فيه الحصان او يدي كش، عنده اختيار من الاثنين دلوقتي. الحصان هياخد الفيل وبيدي بكش، فانا كارسن ادى كش. احنا لازم نعرف التفسير ليه ما كلش يعني اي واحد هيقول ليه ما كلش الحصان. لو كان الحصان هياكل بالبيدق، هياكل هنا بالوزير. اعتقد ان هو يطلع هنا بالفيل ويحمي الحصان. نفترض هنا طلع بالنايت اف 3 هيبيت وهيبيت، وهنا هيلعب الرخ هنا في الاي 1 وشفت الوزير هنا متشعلق وموقفه مش تمام. فاعتقد ان هو قال لك اطلع من الاشتباك ده بالعنف ده، فطلع هنا بالبيشوب بي 5 ودي نقله مظبوطه من كارسن. طلع هنا بالفيل نقله منطقيه، وهنا اللعب على الابيض. الابيض لازم يلحق يلعب نايت اف 3 ويلحق يبيت على طول. هنا الخصم ما ادالوش فرصه. لعب نقله غريبه الشكل، طلع هنا بالحصان في النايت جي 3 علشان خاطر يمنع طلعه الفيل في المربع ده. نقله برضو يعني نقله الصراحه نقله معلمين. يعني انا توقعت ياخد فيل في فيل، اي واحد ياخد في فيل، وزير في فيل، يطلع بالوزير يكسر وزراء ويخش يند جيم والدور هيبقى على فكره تعادل. يكسر وزراء وهنا ياخد بالحصان والدور طبعا 100% تعادل. لكن الصراحه الاسود هنا بيواصل الابداع هنا ولعب النايت جي 6. ان هو زرنا قال لك كده ايه، دور كارسن كده مش مظبوط فالعب على اللعب ده. طلع بالبيشوب اي 3، طلع بالبيشوب دي 7 وده كله نقلات منطقيه. طلع بالحصان بينتشر بيت. اللعب على الابيض، انا النقله المنطقيه هنا الابيض انه يبيت. هنا اللعب على الابيض. الابيض توقعت ان هو هيبيت، لكن اتفاجئت ان الابيض لعب هنا فيل في فيل. طبعا هنا رد بمنتهى سهوله وزير في فيل. يا ابيض بيت. الابيض عنده تبييت قصير وتبييت طويل، بس انا اعتقد التبييت يعني الاثنين مظبوطين على فكره، الاثنين مظبوطين. سواء الابيض بيت هنا كارسن بيت تبييت قصير، واعتقد القصير تبييت اعتقد ما فيهوش اي خسوره خالص. او بس المشكله ان هو ممكن يجي بالفيل كده وبعدين يحاول يعمل الوزير فكره زي كده. بس اعتقد هنا في الحصانين موجودين، وعنده ممكن هنا يلعب بعد كده البيدق. وعنده فكره كارسن برضو التبييت الطويل. التبييت الطويل طبعا لعبه اكريزف شويه، فكره ان الرخ ضرب على البيدق. بس اللي هنا ريتشارد ريبوت عنده افكار زي الاي 5 والاي 4 ويعمل هجوم على الجناح، هيبقى برضه عنده هنا الرخ في المربع دوت، وعنده نقله البيدق. فاعتقد التبييت القصير كان افضل، ولا بيت تبييت قصير ولا بيت تبييت طويل. اوه رخ دي 1 طبعا اهو عليها علامه استفهام. نقله اعتقد نقله غريبه الشكل. هو الفكره كلها يعني بدل ما تلعب الرخ دي 1 كنت تبيت تبييت طويل حتى، يعني ملكة كده في الوش على طول. خط الرخ في عمود على الوزير والملك. خد حصان في حصان، رخ هنا في الحصان، والابيض برضو عنده فرصة ان هو يبيت. ايه ده؟ طلع هنا كارسن بالحصان يعني طالب الرخ. انا برضو يعني ايه نقلة غريبة الشكل برضو. واو هنا بقى بريليانت موف. بصوا النقلة دي، هنا الحصان طالب هنا الرخ، الحصان هنا طالب الوزير. طبعا هنا كارسن وقع في خطأ كبير جدا ان هو ما بيتش، وهنا هيخش في دوامة كبيرة. الوزير مطلوب. طلع هنا بالوزير هنا في الاف 3،
والنقله البريليانت الثانيه الوزير هنا ضارب على الملك مانع الابيض ان هو يبيت. خلاص كده الوقت راح. وهنا النقله الوحيده للابيض كانت هنا ان هو يمشي الحصان ده ويلعب الجي 3. طبعا ده كان افضل اختيار للابيض ان هو يمشي الحصان دوت. طبعا هنا بالفعل كارسن هنا لعب الجي 3 افضل نقله. النقله على الاسود. الاسود هنا لاعب بالاف 6 زي ما انت عاوز الحصان انا عاوز الحصان. واو نقله صح بريليانت طبعا من ريتشارد روبرتس. كل هنا الحصان وهنا كل الحصان وده هنا كل الحصان واللعب على كارسن. طبعا هنا مشكله كارسن مش عارف يبيت ان هو اتاخر عن التبييت. كل بيضه في بيضه على طول رخ اف 1 ابعد الوزير ده. واو الوزير كده ملوش اي حته خالص يروحها غير هذا المربع مفيش اي حلول. على طول كده الرخين ضاربين عمود. عاوز رخ في فيل وياخد بالبيدق وياخد هنا بالرخ ويدي متات ملهاش حل. فالابيض في موقف حرج. طلع هنا بالوزير نزل تحت خالص. وهنا اللعب على الابيض. الاسود طبعا خلاص بينهي الدور. عنده وزير في بيدق ويدي ماتات وعنده بعد كده رخ فيل ياخد البيدق ويدي مات. وعنده اختيار تاني ان هو ممكن مباشرة ياخد رخ فيل ياخد بالبيدق ينزل على طول هنا بالفيل ويدي كش وهيطلع هنا بالملك في هذا المربع وياخد وزير في بيدق وهيطلع في المربع دوت. والصراحة هياخد ضرب كبير جدا وهيقدر يكسب الماتش بمنتهى السهولة. وعنده هنا بعد كده يقدر يلعب الرخ في الاف 8. وطبعا هنا الوزير هيجي فين؟ هيجي هنا في المربع دوت ويقدر ينزل هنا بالرخ في سبعاوي ويدي مات من تحت. فهيبقى الدور لو خد هنا الفيل هيدي على طول رخ كش هيجي في المربع ده. في الاخر هياخد كش هياخد مات حلو. فده طبعا افضل نقله هنا. فهنا ريتشارد روبرت قال لك لا خلاص كده ايه وزير في بيدق. اول ما خد وزير في بيدق كارسن سلم في هذه الوضعيه. خلاص وضعيه ملهاش اي حل خالص. هنا الرخ فيل مطلوبه ويدي مات على طول مفيش اي حلول. لو حد قال لك ممكن يطلع هنا بالرخ هنا على طول برضه هياخد كش الشات يعني هياخد هنا كش. خلاص بقى الوضع طبعا مش محتاج تحليل. هنا الاسود بيدي متات ملهاش حل. الوضع هنا صعب قوي 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 بياخد مات. علشان كده في هذه الوضعيه استسلم كارسن بعد 21 نقله في العشرينات. استسلم قدام نقلات البريليانت من ريتشارد روبرت. مباراه ممتعه جدا جدا واستغلال ان كارسن تعالى وما بيتش والهجوم على الملك الغير مبيت. علشان كده في اي ماتش لازم انت بتلعب ماتش شطرنج لازم تبيت على طول. لكن لو ما بيتش ومش دارس الموقف هذا الذي سيحدث. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا كل جديد. ولقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.